السلام عليكم متابعي قناة حولي السردي الزهير. كنحييكم وشكرا الناس اللي تابعوني، شكرا الناس اللي كيدعموا هذا المحتوى النظيف. كيف ما لاحظتم معايا اخواني الكرام واخواتي الفضليات، هادو خروفات شريتهم وان شاء الله تعالى باقيين مازال ما هبطناهمش، يعني من الترونسبور او النقل. كنشربوهم هذا الخل هذا كخطوه اوليه قبل ما ندخلهم للكوري او الحظيره. يعني كنشربوهم هذا الخل تجنبا وتفاديا للتقلبات اللي كتكون في الامعاء ديالهم او في الكرش ديالهم، لانه فاش كتهز البهيمه او الخروف ولا الخروفه ولا العجل ايا كان من هاد الكائنات او الحيوانات، فاش كتهزها وكتحطها في واحد البيئه اخرى كيتبدل على النظام الغذائي، لذلك تكون مضطرا الى تلقيحات او تطعيمات فوريه وجذريه، باش انه هذيك البكتيريا اللي كتكون عندها في الامعاء ديالها وديك الطفيليات النافعه والضاره يبقاو يعني في واحد الشكل متوازن، ما تغلب هذه لا هذه على الاخرى. لانه البهيمه فاش كتحول وما كتلقحش بعض المرات تاكل اكثر من القياس كتخم، كيدي هذاك التخمه الانتفاخ، كيدي الوفاه لا قدر الله. ثانيا كاين التسمم المعوي. لذلك اخواني الكرام، حنا قبل ما كنهبطوهم عندنا الكوري كنديروا لهم هاد الخل هذا كمرحله اوليه، لانه من بعد ان شاء الله تعالى هذه تجي واحد المرحله ديال المراره اللي كنضربوها اليوم تحت الجلد. لانه الفرق ما بين هذا الخل والفرق ما بين المراره، لانه بزاف ديال الاخوه غادي يعقبوا عليه يقول لي علاش انت كتشربهم الخل وديجا غادي تقول لهم المفتاحه ديال المراره. هنا متابعينا الكرام كيختلف هذا الدواء على الاخر، مع العلم انهم كيستهدفوا نفس المنطقه، ولكن كتبقى المده الزمنيه لاستهداف المكان المعين. الخل اللي كنشربوه حنا دابا كيعمل بواحد الشكل اللي هو فوري، من بعد 4 السوايع 5 السوايع كيكون ادى المفعول ديالو، عكس الحقنه اللي كنضربوا تحت الجلد ديال المراره. هذه الحقنه هذه ما كتعطي المفعول ديالها على اسبوع كاقل تقدير. وهذا ليس من كلامي انا، وانما هذا كلام ديال المؤطرين والخبراء اللي كيأطروا لنا هذا القطيع وكيأطروا لنا هذا العمل اللي كنقوموا به حنايا. لانه الا تعطلنا هذه المده وجيزه، واخا حنا جلبنا مباشره الحقنه تحت الجلد وتعطلنا عليها ما عطيناهاش هذاك الخل البيطري شربناه، راه المفعول ديالها على اسبوع عاد كيعطي. وهنا كتكون البهيمه تصابت لنا بالعدوى والتسمم المعوي لا قدر الله. خليكم معايا ان شاء الله متابعينا الكرام فاش نحطوهم وندخلوهم للكوري باذن الله في الخطوه